أنا تشرفت بمعرفتك. وأنا بالأكثر، شكرا كثير لك. يلا بخاطري، الله معك. ابني السلام عليكم. عم ندور على شخص اسمه الباي بأي غرفة نازل. عمي ابو محمود طول بالك، رح حل الموضوع بس انت اهدى شوي. يا ابني مو قدران اهدى، يقول لي شو رقم الأوضة بطلع بجيب الصبي بمشي. بس عمي ما فهمت عليك، على مين عم تدور؟ على زلمة اسمه الباي، حتى في معه صبي عمره 5 أو 6 سنين، شعره للولد مجعد شوي كزبر، هذا بيكون حفيد. انت بس اعطينا رقم الأوضة ونحن رح ناخده ونمشي. لا تواخذني، بس ما فيني اعطي معلومات الزباين لحالها. ليك يا ابني؟ ما بدي شيء من زباينك ولا بيعنوني، بهمني اخذ حفيدي فهمان؟ عمي ابو محمود ما بصير تقول هذا الحكي، اهدى شوي. ما حلوه نحرجه للاستاذ ونضايقه بهيك طلب. لو سمحت اخي، بدنا منك تساعدنا بهي القصه. الزلمه اسمه الباي يلدري، هو نازل خاطف ابن موكل. شو بيعرفني اذا كنتوا عم تحكوا الحقيقه ولا لا؟ ولو صحيح ما فيني اعطيكم معلومات بلا ورقه رسميه ابدا. الحق معك ونحن بنعرف الوضع هذا، للاسف ما في ورقه رسميه. اسمع يا ابني، ما بقبل انه يضيع حفيدي مني مره ثانيه بس مشان تحافظ على شغلك، عم تفهم؟ بعدين انت ما بتقدر تتحمل هيك ذنب. ليك معقول رجال بعمري يكذب عليك ويحط حاله بهيك موقف بس لدله على غرفه زبون؟ ليك انت ما تعرفني، اطلع اسال عني، انا سعيد علي كرداغ واسمي مثل المسك بالبلد. دقيقه حضرتك، انت ابو السيد مدحت؟ ايه بساعدك عمو، بس لا تجيبوا سيرتي ولا كأنه صار شيء. هلا مكتوب عندي بالسجلات انه الباي وسعيد علي يلدرن نزلوا عنا بالفندق من يومين بس. ايه وهلا قل لي رقم الغرفه لاجيب حفيد وامشي. للاسف اليوم طلعوا من الفندق. شو هالحكي هاد؟ ايه مع الاسف يعني. شو رح نعمل ابني؟ انا رح جن؟ يعني لو جايين ابكر شوي كنا لقينا الصبي. هلا مين اللي بيعرف وين راح؟ احسان لاقي شي حل؟ ليش ضل يومين بهذا المكان؟ معقول صاير معه شي مشكله لحتى ما سافر؟ ينفلق هو ومشاكله، انا بدي حفيدي بس وهو ينقلع لوين ما بده. ليك عمي ابو محمود، قلنا بلا ما نخبر الست ملك لنلاقي الولد، بس الظاهر لازم تدرك. وشو نقول الزلمه خطف الولد وما سافر وما عم نقدر نلاقيه بالبلد؟ نحن عم نعمل كل شيء بنقدر عليه هون لنقول لقينا. برايك الباي رح يقبل انه يعطينا الصبي؟ يجرب يعملها، وقتها رح ورجيه الوش الثاني لسعيد علي. ليك عمي ابو محمود، بدنا نهدى لنعرف نفكر منيح. يمكن يروح الشرطه ويقدم شكله. لو كان رايح على المانيا ما كان فينا نعمل شيء لتخلص الدعوه، بس منيح انه بالبلد. هلا بطالع قرار القبض عليه بناء على الشكوى اللي بدها تقدمها ست ملك، وقتها وين ما تحرك رح ينمسك الشغل. اذا هيك اتصل بملك خليها تقدم شكوى. أهلين أحسن. كيفك؟ فيك تيجي على المكتب لعندي، لازم احكي معك بخصوص الدعوه اللي بدنا نقدمها. في شي مو منيح إحسان؟ ليك لا تقول إنه صاير شي مو منيح. لا بنوب، مو هيك الموضوع. تعي على المكتب وبحكي لك، اتفقنا؟ طيب جاية فورا. سلام. يا ربي دخيلك بكفي الوجع اللي عشته لحد هلا. تمام، رح شوف ملك، تفضل. لا احسن، بلا ما اجي معك، لاني تعبان، خليني اروح ارتاح احسن. انتوا عدوا عقوا براحتكم، اصلا معصب كثير، ما بدي اياها تشوفني وانا هيك. طيب على راحتك. احسان ليه؟ اعمل كل شيء بتقدر عليه، لازم نلاقي الصبي قبل ما يسافر على المانيا، وخبرني بكل شيء بصير اول باول. شيء اكيد عمي، يس. شو رأيك نجرب هي كمان؟ وإذا بدك بلشي فيها من فوق. إحسان طمني، شو صار؟ لقيتوا الولد؟ لا والله يا أخي، طلعوا تاركين الفندق. كيف هيك؟ يا ربي دخيل. إيه وعرفت لوين راح هو والصبي؟ لا للأسف. خبرت ملك تجي على المكتب لحتى تشتكي عليه. إذا قدرت أحصل على قرار بالقبض عليه رح تصير أسهل القصة.
منقول ان شاء الله. عمي ابو محمود معك؟ لا والله يا اخي، راح على البيت. قال اعصابه تعبانه وبده يروح يرتاح، الظاهر ما بده ملك تعرف انه عم يساعد بالموضوع. مو مشكله، فهمت عليك. معناها خلينا على تواصل. طيب بنحكي بس شوفك. ماشي. في شي اخبار؟ الزلمه ترك الفندق قبل ما يصل ولسه ما عرفوا لوين، لهيك رح يروحوا على المخبر يشتكوا. وانت هون عم تحترق من جوا، ما هيك؟ بدي روح لعند امي، خذني لعندها، بدي امي هلا. يا حبيبي لما تروح تجي بعد شوي اهدى. لك قلبها تعال خلينا ناخده لعند امه، شو رايك؟ لا تطلع فيني هيك مشان الله، الدلال له كم ساعة عم يستنانا، شو بدك ترجعنا على الاوتيل المبهدل؟ فوزة من غير شيء انا متوتر، ما بدي ضل مثل غبي بالشوارع وحامل الصبي. ان شاف في حدا من عيلة كرداغ رح يقتلني، مو ناقصني بيت. خلينا نمشي هلا ورح. في مريضين شو هدول؟ لا مو بدي ريحان، اوكي تعال بسرعة. ريحان شو صاير للجنة؟ ما بعرف يا ستي، مثل مو شايفة عم بتكبوا. يلا كبوا على الاغراض مريم. هدية خليكوا على الاغراض هون لحتى ما نفكر بمرضنا. اهدي بنتي اهدي. ريحان تعبان. بدي كل شيء، ما بدي شيء من الاغراض هاي، ما عاد بدي منه شيء، كل هو منه شيء انا تعبت. اكيد رح يلبسهم، ليش خليت هون قدامي؟ طيب رح شيله. عمتي قولي لي مين راح يلبسهم؟ مين بده يلبس هالثياب هدول؟ عمتي ما حدا حاسس فيني ولا بالنار اللي عم تاكلني من جواكي، لك هالثياب ابني ما رح يلبسهم حتى. كل ما بشوفهم ما بلاقي فيهم ريحة. قولي لي عمتي ليش ما دفني؟ شو كان ذنبه ليموت هو لساته ببطني؟ لك شي حدا يقول لي ليش ما دفني قبل ما اشوفه؟ ليش ما حدا عم يحس فيني؟ ليش كلكم ملتهيين بس بملك؟ حبيبتي يا بنتي، لا تعملي بحالك هيك، عم تحرقي قلبنا. هاد قضاء الله وقدره، لا تغضبي من ورا زعلك على ابني. اكيد الله رح يطعمك الاحسن، لا تزعلي روحي، اهدي. انتي مرة مؤمنة، لا تعملي بحالك هيك يا بنتي. تعالي اطلعي معي وشمي الهوا،
لا تحصبي قلبي. يلا بنتي تعي، يلا. تعي بنتي تعي، لازم تشمي شوية هوا نظيف. تعي نقعد هنيك عند البحر. أوزجي روحي شيلي هالغراض من جوا بسرعة، ونظفوا الغرفة ورتبوها منيح. عادي ارتاحي. فوتي جيبي لك كاسة مي حبيبتي. لا ليش هيك؟ بدك تطفي النار يلي شعلتها أمكن بكاسة مي؟ ها؟ ما عندكم لا شجر ولا حياة يعني؟ خلص اهدي شوي، شو ذنبهم هدول الأولاد؟ الذنب ذنب أمهم عمتي. من سنين خربت لنا حياتنا وراحت مع هداك، وهلا رجعت لتشعل النار بيننا. خلصنا بقى، شو عملت لك ماما قالك ولا غيرك؟ محروق قلبها هلا. بعرف عمتي فهمان وجعها وحاسس فيها، بس عم تتهم امي بكل شيء. مشان الله عمتي احكوا بالمنطق وفهموني شو عملت لكم ماما. ما خبرتكم ما هيك؟ ها؟ ما قالت لكم شيء؟ قبل سنين بليلة خطبتها تركتنا وهربت وحطت راس العيلة بالطين لهلا. وكل هالشي صار بسبب ابوكم. نزعت الصداقة يلي بين جدكم وعمو جوماني وخلت العيلتين يحقدوا على بعض. اسكتي يا قدرية اسكتي. عمتي ما حكت ما؟ طبعا ما إلها عين. زعلك هذا عمالك عيونك جد، رح تندمي على حكيك اليوم. ليش مالك ندمت عمتي؟ ها؟ ندمت على عملتها؟ شوفي ولادها مفكريننا نحن الغلطانين. اصلا قليل يلي عم يصير بامكم كمان. تستاهل اكثر من هيك. لازم تتحاسب على كل شيء. ريحان تعي لعندي، خدي قدرية على اوضتها. يلا تعي. هي اولادها هون وانا وين ابني هلا؟ لك انا صار لي 20 سنه ناطره يجي هالصبي ويفرح. اولادها عم يسرحوا ويمرحوا هون بالبيت وانا ابني مات، بس الله ينتقم منا ولا يسامحها. اهدي يا قدرية، لا عاد تبكي. لك كيف قدرت تعمل فيني هيك؟ الباي وسعيد علي ما سافروا على ألمانيا. كيف يعني؟ شو يعني ابني هون؟ طيب لكن خلينا نروح ندور عليهم ونلاقيهم قبل ما يرجع يسافر. يلا قوم أحسن، لازم آخذ ابني منه. يلا. طيب ملك اهدي شوي، ما بنعرف وينهم، المهم ما سافروا من البلد. يلي عرفناه انه نضلوا كم يوم بالاوتيل. أي أوتيل إحسان؟ طيب يلا نروح على الأوتيل ونجيبهم. يا ملك استني شوي، نحن رحنا لهنيك وما لقيناهم. ما لقيتوهم؟ أحسان مشان الله قل لي هن هون ولا مو هون. عن جد ما عم بفهم يلي عم بتقوله. كمان ليش لهلا خبرتني إنه هن بالبلد؟ كرمال وضعك، لما عرفت انهم ما سافروا على المانيا حكيت مع كذا رفيقي ولأتأكد رحت على الاوتيل. اصلا لو كانوا هنيك كنت رح دق لك وخبرك لتجي، بس للاسف لما رحنا ما كانوا هنيك. بس هون بالبلد؟ ايه يعني بعنتاب وما سافروا لهلا. تمام معناها خلينا نروح على الاوتيلات ونسأل. ملك نحن دورنا، اصلا موظفين الفندق ما بيعطونا معلومات. طيب انا شو اعمل هلا؟ يعني اعرف انه ابني هون ووقف بدون ما اعمل شيء؟ قل لي هذا اللي بدك اياه؟ ما بصير ندور. اسمعي، رح نروح على المخفر ونشتكي عليه اول شيء، وبنقول فيها انه حاول ياخذ الولد لبرات البلد بدون علم امه. إيه؟ وانا بهالوقت رح قابل المدعي العام واشرح له القصه كلها، وبدي احاول اخذ امر بالقبض على الباي. ماشي؟ تمام. طيب الشرطه بترجع لي ابني؟ الشرطه ما رح تساعدك وترجع لك ابنك لانه مصايم مع الاب بالاساس، بس اذا المدعي طالع امر باعتقال الباي وقتها رح نقدر نعرف مكانه، واذا حاول الباي يسفره ما رح يقدر لانه الشرطه رح تمسكه بالمطار. يعني ما عنده حل غير. طيب لكن يلا خلينا نعمل اللازم. احسن يلا مشان الله. الو دفنة، عرفنا انه اخوكي ما سافر ولساته هون. الو خلصت البطارية، امشي. خلص شحن موبايلها.
هلا وقتك دفناه؟ هالموضوع ما بينحكى على التليفون، لترجع بنسألها. الحق معك، المفروض حكيت لنا هذا الموضوع قبل ما نرجع لهون على البلد. هلأ شو بده ينفع الحكي؟ شو عرفك؟ يمكن المرة كذبت علينا. كرم انت ايش دبشي؟ نسيت شو صار فينا وقت اجينا؟ اتذكر شو عملوا؟ اول ما اجينا ودقينا على الباب قام زلمه وحكى كلمتين بسموا البدن لماما. حتى جدي ما استقبلنا وسكر الباب بوشنا وما قبل يشوفنا، وخالك كمان. بلا ما احكي عنه انت بتعرفه اكثر. برأيك شو السبب؟ ماما كانت رح تنخطب لابن امها؟ ايه يمكن. كمان عمر بيكون حفيدهم الوحيد. قصدك اللي راكد وراكي ولازق فيكي، مو هيك؟ انت كمان ما بيكفي خالك الاجدب شحطني وجابني مثل الهبله وراه؟ لك شو عمل مدحت معك وليش ليعمل هيك؟ مفهوم هذا الحكي يا أخي، بس أنا عم قل لك الحقيقة صار عنا ظرف وما قدرنا نجي على الموعد اللي بيه. طيب ماشي، هلا نحن جاهزين، إذا بيناسبك بنيجي وبنشوف البيت. طيب ولا يهمك غير مرة، بحكي لكان بكرة بنلتقى. تمام ماشي. شفت؟ الدلال عم يقول يمكن يطير البيت من ايدينا لأنه ما اجينا على الموعد. اللي هلا شو بدنا نساوي قلبي؟ اهدي، فوق فهمان عليكي، ماشي؟ بالأول خلينا نروح نسحب شوية مصاري، لأنه ما معي ولا ليرة. أيوة. شاف لنا شي صراف آلي وبعدها أخذنا على شي اوتيل. خلينا نقعد شوي ونرتاح، حاجتنا اليوم. خلينا نروح على بيت جدي، هلا ماما واخواتي بيكونوا هنيك. خلصنا حاجتنا فوق راسي، اسكت بقى. شو قصتكم اليوم؟ شو صاير للمحل؟ نظفوا عنكم؟ بعدي هيك. حقي، شو قصدك؟ لك كم سنة صار لك عندي؟ هيك تشوية؟ مدحت، شو عم تعمل وراي؟ ليش عم تأشر لحقي بعيونك وحواجبك؟ اسمع، إذا بدك تقول أي شيء قوله بصوت عالي. ما حكيت أي شيء، بس خلي الزلمة يشتغل. لك مدحت ما حدا له كلمة هون بعد كلمتي أنا، فهمان ولا مو فهمان؟ إذا بدك تعمل حركة معلم، شوف الفرق بين الهبرة والشقف والشيش واللحمة المفرومة بعدين احكي. بس يا أبي أنا شو اللي عملته؟ ليش عم تبهدلني؟ اسكت يا مدحت، اسكت بقى، مو كل ما حكيت كلمة بدك تنطلي. اللي فيني مكفيني. مصطفى. ايه معلم؟ بدي اروح على البيت، بس تخلصوا الشغل بتنظفوا المحل منيح وبتسكروا، ماشي؟ حاضر معلم. خذ انا رايح، انبسطوا. أخي أطلب لك كاسة شاي. لك ما حدا عم يحس فيني. لا ما بدي شيء مدحت. يسلم. الكل مزعوجين هنيك. شايف يا معلم؟ الظاهر في شيء مضايق المعلم ابو محمود كثير. لك هو بزودها كمان. معه حق. مدحت تعال. خير عمي، شوفي ليش عم تنادي؟ روحوا على شغلكم. ليك ابني ما لقيتها ظابطة، روح لعندك وحكيك.
عود. مشكور. كتير بتشبهني بعصبيتك ودمك حامي، لهيك أنا أضرب النار يلي شعلي جواتك. كبرت على إيدي، لهيك طالع لي برجوليتك يا ابني. احكي لي عندك عمي ابو خليل. اكيد ما ناديت لي لانك مشتغل. الصبح ما حبيت أحكي بالموضوع قدام أبوك. خبرني لشوف شو عامل لك عمر لحتى مزعوج كل هالقد؟ مسكته هو وقاعد مع بنت. شو؟ ما بيصير هالحكي. وانا قلت هيك، لهيك انا عملت اللازم مع البنت، وانت تصرف مع حبيب، والا رح يصير شيء ما بيعجبك، وحفيدك المسؤول عنه. روق شوي. عمر واحد مقدم، أكيد في سبب ليحكيها. والله أنا ما بفهم هيك، ما عاد بدي أشوفهم سوا. شفت ليش قلت لك إنك بتشبهني؟ ليك مدحت، إذا السما بتنطبق على الأرض نحن وأنتو ما بنجتمع بهي الدنيا، وأنت الوحيد يلي فهمان علي من بين الكل. بس لسوء حظنا ومن ورا خلافاتنا اللي ما عم تخلص صرنا علكة بتم الناس يا ابني. أنا بزعل عليك لما تكون على حق وتنقلب الأمور ضدك، بس أنت مرات بتسمعنا كلام وبتخبص بالحكي وبتغلط بحقنا كتير، وهذا ما بيليق فيك. بس ما بنزعج منك وبسامحك لأنه الكبير بيسامح. المهم أنا وأنت ما بدنا العيلتين يتراضوا من جديد، ومشان هيك يا ريت كل شي بتشوفه يكون عندي علم فيه بسرعة يا أخي لحله بمعرفتي. كأنه بدك يعني يشتغل فساد عندك. أنا قلت هيك؟ لا تفسر على كيفك. يلي عم قوله بما انهم مو رضيانين يمشوا من هالبلد ويريحونا، ليش ما بنمشيهم بطريقتنا؟ وانا معك كمان بهالشغله. ايه يعطيك العافيه. والله معك. انا بدي اروح. شو بده الواحد يحكي؟ ما بكفينا همنا، بدنا نفكر بهمومهم ومشاكلهم كمان. شكرا على كل شيء قدمتوه بهي المدرسة. الله يسلم هالإيدين ويعطيكم ألف عافية على هذا الشهر. وانتم ما قصرتوا ابدا، شكرا كثير على تبرعكم وعلى البقلاوه ست زمرو، فرحتوا الاولاد باللي قدمتوا لهم. واجب الغني انه يساعد الناس يا بنتي، لهيك ما بدنا شكر. وانا رح استنى زيارته، نشرب فنجان قهوه مع بعض ان شاء الله. يلا خلينا نمشي. جاهزة؟ خاطرك هلا. تسلم يا روحي. يسر. شوفك مريم. يا رب تكون لي. ان شاء الله تضل هالضحكه مزينه وشك على طول. قولي الله يحقق لنا يلي ببالنا. حلوه البنت. خالد ورود، خالد ورود، مرحبا. كيفك يا حلوة؟ أهلا منيحة. كيفك يا قلبي؟ تمام. كيفك؟ تعبان. مو خالته قدرية سقطت الولد امبارح بالليل، فعم تضل عندها يا حرام مقهورة. مين قدرية؟ كنت بيت كردا؟ هالبنت ما رح أحس. الله يسبب على مصيبتها. آمين. سلمي لي على عمرك. بيوصل خالته زمرد. هالسهرة أكادية ومرتبة مو هيك؟ الله يفتح نصيبك كمان. فيلدا
روحي على البيت. بدي امرق لعند الحجة نفيسة، مو حلوة ما اروح واسيهم بحال مصيبة. طيب مرتي. هلا اذا وافق النائب العام كيف رح تلاقوا مكان الباي؟ مندخل معلومات هويته بيبين معنا فورا. يعني اذا راح على الاوتيل رح يضطر يعطي هويته لموظف الريسبشن، واذا بده يسافر رح نلقطه قبل ما يسافر. واذا ماله بشي اوتيل شلون رح تلاقوه وقتها؟ هلا خلي النائب العام يوافق وكل شيء رح ينحل. مبروك ملك، وافق المدعي العام على قرار القبض على الباي. الحمد لله. يعني هلا فينا نضمن انه ما رح يقدر يطالع ابني برات البلد امتى ما بده وياخده على المانيا، ما هيك؟ رح يقبضوا عليه. شكرا كثير لحضرتك، عزمناكم معنا اليوم. اذا صار شيء جديد معكم خبروني. ايه طيب يعطيك العافيه ملك، يلا نمشي. بس انا ما بدي اروح، يعني بدي استناهم. شو يعني بدك تستني هون؟ اكيد وقت يصير الخبر رح نعرف. ليش لا تبقي هون؟ يلا خلينا نمشي هلا، يلا امشي. لو سمحت احسن، بصراحة انا بدي ضل هون ناطرة خبر عن ابني مشان لما يعرفوا وينه اخده من الباي وامشي. بس رح اضل ناطرة برا. Sevmedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni neden yıllar boyunca. اسماعيل لك وينك انت؟ والله بين ايادي لك اخي، بدي تسامحني. لما انت ما رديت لي خبر اضطرينا نبيع المحل لحدا ثاني، بس رح تلاقي بالسوق محل غيره واحسن كمان، وبعدين بدك محل اوسع منه. مضبوط كلامك، يلا بس ارجع بشوفك وبنحكي. ماشي. أنا كتير تعبتني ولسه بدي أطبخ، معلش نروح على الجنينة غير مرة حبيبتي. بس ماما أنا ما رح أحزلك وبدي ساعدك بالطبخ. عن جد؟ خليني أركب بالمرجوحة وألعب شوي بالجنينة لو سمحتي ماما. بس 5 دقايق مو أكتر. يا سلام. يلا إذا على مهلك. Aramıza kimse مرحبا يعطيك العافية، بدي غرفة لو سمحت. تكرم، أهلين وسهلين. شكرا. لحظة عفوا، لو سمحت سويت مو غرفة. تكرمي مدام. سويت وحمامه واسع شوي. ايه حاضر. شرح وقله اطلال. لعيوني. اوه طيب في مساج بالاوتيل؟ طبعا. بدي اعمل مساج لانه ظهري ورقبتي يبسانين وعم يوجعوني. إذا بتحبوا نسجل أسماءكم مشان نحجز لكم موعد المساج. عن جد؟ سجل. بالأول خلي الزلمة يسجل اسمك وبعدين اطلبي اللي بدك إياه وهو بيلبي لك الراتب تتفضل. كم يوم رح تبقوا عني؟ يعني شي يومين. شو يومين؟ رح نضل اسبوع كامل، منضل اسبوع. عم تحكي جد؟
ماشي الحال. عنا بالاوتيل الدفع مسبق، الليله ب 500 ليره، يعني حسابكم 3500. 3500 تمام. طالما هيك تفضل، هي 3500 ليره. طيب اعطيني الباسبورات اذا بتريد. تفضل. شكرا كثير. تفضل. شكرا مدام. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا هي الباسبورات. يسلموا ايديك. بدنا حدا يساعدنا بالشنطه. ايه طبعا فورا. يعطيك العافيه، عذبناكم. اسحاق. عليها العافية. شكرا. كيس. أي دكتور؟ مين تابع هالمريض؟ عن مين قصدك؟ سعيد علي. الدكتورة غمزة تحت. ايمتى كان عندك؟ اجوا من شي ساعة لهون، ليش عم تسأل؟ الولد كان عمره 6 سنين وشعره أجعد شوي. ايه حضرتك. بعرفه منيح. شكرا. عمر مو راكد وراكي على الفاضي، واضح هالشي. في مصيبة من ورا هالزلمة. لا تخبص كرم. قلبي بعقلي. ليكي كل شي صار معنا مخطط له من قبل. اسمعيني، فكري شوي. مو في قصص صايرة هون ما بنعرفها، والكل هون بيكره ماما بسبب هالقصص. مزبوط، مع انه نحن اجينا لهون بدون ما نخبرهم، وبهي المعمعة يلي صارت معنا بيظهر بطل القصة قدامك وبيصير يحوم حواليكي على طول. برأيك مو غريبة؟ يعني بتوقع انه هالشاب عم ينتقم لعمه منك، حتى يمكن يكون مخطط لهيك من الأول. هالشاب عم يضحك عليكي اختي، فهمي. طيب ماشي، شو عملت لهم أمي مثلا؟ ليه جدك انزعج كل هالقد بس شاف أمي؟ أنا صعب إنه أحكي لك السبب، أمك بتخبرك بس. لا صح كرم، ما دخل هي بهي. أصلا نحن التقينا صدفة. ليكي دفنة، أنا ما بآمن بالصدف. بعدين هي مانا صدفة، كل لقاءاتكم بيكونوا مخطط لها من قبل يا فهيمة. باين. بس إذا حابة تصدقي هالشاب وتعملي حالك مالك خبر تصطفلي، بس بالنسبة إلي هذا واحد كذاب وملعب. شوفي، بدي أقول لك شغلة. ألو، اسمع دكتور، فهمانك منيح وعرفان لوين بدك توصل، بس أنا مستحيل خليك تضحك على أختي. عم تفهمني دكتور؟ حل عنا. رح يجي يوم ونتحاسب فيه يا دكتور علي، وهالرقم بتنساه، ولا عاد تدق لدفنة أبدا. لا تردي على هالواطي مرة تانية. عم تفهمي دفنة؟ من الصبح على نفس القعدة، قلت لها ما في فايدة من قعدتك هون، بس ما كانت تقبل. يلي صار معها مو قليل، بيكون ناطف قلبها على ابنه. إذا استجد شي خبرني، إن شاء الله تمرق هالقصة على خير. طيب لا تشغل بالك، بخبرك بكل شيء أول بأول.
ايه شاي ولا قهوة؟ قولي لي إذا بدك تشربي شيء. ما بدي شي غير إني أشوف ابني بخير وسلام. كيف صارت خنتنا أختي؟ قال الدكتور لازم نعطيها مسكن وأخذته ونامت. الله يمرق هالفترة على خير لأنه البنت بتجن إذا ضلت هيك. محمود كمان حالته قطعت لي قلبي من الصبح بالمحل وما حكى حرف. شو بعمل؟ حكي ما راح يفيد بشي، ما راح ينسى هالهم. وين أولاد ملك؟ الأولاد بالأوضة. قدرية ما خلت كلمة ما حكيتها لهالمساكين، وملك راحت وما عاد تعرف ترجع على البيت. هي طلعت من وش الصبح. يعني لو ما بتعرف انه ابوه ما بيقدر يهتم فيه ما كانت خافت لهالدرجة كمان. شكله مو خرج مسؤولية. الله اعلم شو صاير بالولد هلا. إن شاء الله خير يا رب. أهلين إحسان. عمي أبو محمود، قدمنا شكوى أنا وملك بالمخفر والمدعي العام طالع قرار القبض على الباي. حلو كتير. بقي يدوروا عليه ويلاقوه صح؟ ايه بالضبط. بس ملك مو رضيانة تروح من هون، بدها تستنى الصبح وقلت بخبرك بس. طيب يا ابني، لا تترك ملك لحالها الله يوفقك. خبروني بس يصير أي شيء. ماشي، لا تاكل هم عمي أبدا من عيوني. هاد إحسان ما غيره؟ لخير شو الموضوع؟ لا قصة بيه. أهلا وسهلا ست زمرد. أهلا فيكي، كيفك؟ الحمد لله. تفضلي. أهلا وسهلا زمرة. أهلا فيك. اليوم عرفت مشان قدري، كثير زعلت عليها. الله يعوض. المهم قدرية بخير. لا اعتراض على حق. وهي جبت لك معكرونة وعصير دراء جنبها وكيك كمان. حلو؟ يلا كول. ما بدي اكل شيء، بدي ماما. حبيبتي خلصتي شغل؟ ليش؟ شوفي. هالولد مانو قبلان ياكل، صار لازمني حمام. صار لي 3 أيام ما تحممت. قلباي لك بيصير هيك؟ يلا شوفي الولد وخليه ياكل شيء، يلا لاني رح اعصب منه. قلباي شو عم يتدلع؟ شو اجيت لهون لاهتم بالولد؟ وشو فيها يعني؟ من شهور عم تهتمي فيه، ايده مكسوره وما بيقدر ياكل. تكرم عينك. ماشي. سعيد علي، شو عم تعمل يا حلو؟ اشتقت لأمك؟ والله عندك حق تشتاق، بس البابا جايب لك أكلات لذيذة وطيبة صح؟ والله شكلها بتشهي المعكرونة هي مو هيك؟ ما رح اكل ولا حط شي بتمي من هدول بدون ماما، رح ضل هيك ليجوا هي واخواتي اللي عندي لهون. بس ليك لو بإيدي الموضوع باخدك هلأ لعند أمك صدقني، بس أبوك اللي مانو قبلان بتروح بتعرف مو؟ لا بلا دموع، يلا الله يخليك لا تبكي حياتي. بس لأهلي وبدي روح شوفهم. اهدى حبيبي يا عمري، نسينا نشتري الأدوية اللي وصف لك إياها الدكتور كمان. هي
ليه؟ طالع فيلم كرتون على التلفزيون اطلع، كتير حلو هاد. شو رأيك نتفرج عليه مع بعض؟ وين الجهاز مشان نعلي الصوت شوي؟ رح نعلي الصوت بس رح يعلي. نتفرج عليه. كمان ونحن عم نتفرج موافق؟ طيارة طيارة طيارة. انتم محظوظين ما نطرتوا كثير. هلا هوية الباي بسجل اوتيل من الاوتيلات. ولساتهم هون هيك بغازي عنتاب ما؟ ايه وهلا رايحين لعنده. انتم انطرونا هون لنروح نجيبه ونجي دغري. مستحيل، لو سمحت لي، لانه ما فيني انطر هون، انت بس قل لي اسم الاوتيل اللي هن فيه وانا ما راح اعطلكم عن شغلكم بوعدك. ست ملك ما فيني، رح تبقي هون مع الاستاذ حسين لحتى نرجع له. لو سمحت يا سيد. انت هيك ما عم تخلي الشرطه يهتموا بالشغل؟ انا صبرت بما فيه الكفايه حسين. بدي روح لعند ابني. في خبر عن حفيدك؟ لا، من يوم خطفوا هداك الزلمة يلي ما بيتسمى وأخذوا معه ما عرفنا عنه شي نهائيا، وما فينا نلحقه على ألمانيا، إيدينا وإجرينا مربطين. ليش تنازلت ملك عن الأولاد وعطتهم للأب؟ ما فهمت. لك في أم بكل الدنيا بترضى يكون أولادها بعاد عنا؟ الحقير لعب عليها، وهي القصة مو مثل ما أنت مفكرة. طلع هذا الزلمة مظبط هذا الموضوع بالسر، يعني بعد ما طلقها رح أخذ وصاية الأولاد كمان. بس ملك رفعت دعوة عليه هلا، بدنا نستنى ونشوف. ماشي بعرف شو بديت. جاي ما طول، بشوفك هديك. خير إن شاء الله. أبو محمود ليش مستعجل ورايح ركض؟ مو هلا أختي، بعدين إن شاء الله بيرجعوا معي أخبار. لا إله إلا الله. شو صار له فجأة؟ امبارح قلتي لي رح تريحي حالك وما بقى تسألي عن أي شيء، ومع هيك جيتي لما سمعتي باللي صار. كنت بعرف إنه هالحكي مو من قلبي. ما كنت بدي أحكي هلأ وأقول يلي بقلبي، بس إذا ما حكيت رح تضل غصة. شو عملتوا بموضوع خليل؟ حكيتوا مع البنت؟ هي جيتي من عندها، بتمنى انه تكمل معنا. لو تشوفيها بتقول للقمر قوم لا اقعد محلك. كثير حلو، تاخذ العقل. ما شاء الله ما شاء الله. لا تتدخل بحياتي بنور. دفنا، عم قل لك ما عاد تتواصلي مع هذا الشاب. اكيد ما رح اخذ رايك. بدك تاخذي رايي مو على كيفك. انت تجاوزت حدودك وزودتها كثير. حفيدتك هي كثير قويه ولسانها طويل، باين انه راسها كبير. الله يعينك عليها. خالي ملك. لا مو هون. لا ما تقرب على ليش ما عم تفهم دكتور؟ دوب فهم ايش انا اجي. خلص نكره. لك شو بكون؟ عمر انت شو عم تعمل هون؟ ليش اجيت لهون؟ جيت تشوف الخالة ملك بس. الخالة ملك ما لها موجودة ولا عاد تجي لهون بنوبة، فهمت؟ ممكن تهدى وتخليني أحكي؟ سعيد علي ما سافر برا. حمدوش كيف ما سافر؟ وينه هلا؟ قلي انت من وين بتعرف هذا الحكي ابني؟ جايبينه على المشفى وعاملين له صورة أشعة وشفتها بالصدفة. يعني عاملين حادث؟ صاير شي منيح للولد؟ ملك انت رح توقعينا بمشاكل، بعرف معك ملي بس تصرفك ما بصير. لك مشاكل شو احسان؟ مشان الله يعني شو رح يعملوا مثلا؟ رح يفوتونا على السجن لانه لحقنا سيارة الشرطة؟ خليهم يحبسونا عادي.
بس ما رح انطرهم لحتى يجيبوا لي ابني. على الاقل خلينا نروح من طريق تاني بما انه عرفنا اسم الاوتيل. ليش مصرة تبهدلينا؟ ما بعرف. احسان لفوا من على اليمين.